يا مساء الحلويات على احلى واجمل اخوات. بحبكم في الله، ربنا يدومكم نعمه في حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين، وما تحرمش منكم ابدا. اخواتي من مصر من خارج مصر وحشتوني جدا جدا. طبعا بقالي فتره مش بنزل بقى فيديوهات، وطبعا وحشتوني، وربنا يحفظكم ويدومكم نعمه في حياتي طول العمر وما تحرمش منكم ابدا. طبعا انتوا عارفين بشجع بكم كده، قلت اشارك معاكم كده، يعني تنظيف كده المطبخ كده على السريع. وطبعا هسلم عليكم لان انتوا يعني عارفين يعني وجودكم معايا كده بيشجعني وبشجع بكم، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا النهارده بقى كده يوم جميل، هنبدأ كده ببركة رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكروا الله كتير حبايبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رب يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منورة بنور الله. الفيديو النهارده مشجع جدا جدا، حابة أقول لك كده لو وراكي شغل بيت، تنظيف مطبخ، غسيل أطباق، استنوا قولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله كده ربنا يعينك وتقدري تخلصي كل وراك. طبعا زي ما احنا متعودين، أول حاجة كده في المطبخ بنعملها ونمسح عليه الرخامه بتاعتنا. بس طبعا للاسف يعني بقالي فتره كده ما استعملش البخاخ دوت، مش عارفه كان شكله ايه، كان عايز ايه يبوظ او حاجه، بس الحمد لله اشتغل تاني. وطبعا كالعاده يا ساده الاتصال بقى بس الحمد لله ربنا بقى كرمني ومعايا تليفون تاني. دلوقتي بقى جالي اتصال بقى من امي، ربنا يديلها الصحه يا رب ويخلي امهاتكم جميعا. وطبعا جالي بقى اتصال، فيبقى جاي بترن عليا وكده بتطمن يعني عليا كده، انتوا عارفين بقى ان ايه كنت عامله بقى العمليه وكده، فالحمد لله يعني احسن من الاول بكتير. فطبعا ايه قلت ايه اكلمها بقى كده، طبعا التليفون بقى كان شغال على الستند، ما رضيتش بقى افصل ولا حاجه. وطبعا بحبكم انتوا دايما كده في حياتي، عايزه اقول لكم ان انتوا بتنوروا الحياه بتاعتي والله العظيم اقسم بالله. يعني لما اكون موجوده معاكم بكون فرحانه بسعادتكم والله العظيم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي طول العمر، امين يا رب وما تحرمش منكم ابدا. طبعا روقت كده المطبخ كده، شلت بقى الحاجات اللي على الرخامه وعلى الترابيزه. والشمس النهارده والجو النهارده جميل وفي منتهى الجمال اهوت. طبعا بقى منشره بقى الغسيل كده، وطبعا قلت اغسل بقى شويه الحاجات اللي على الحوض كده، والصينيه اللي انتوا عارفينها اللي عليها الدبدوب الجميل دوت، او الارنوب. بحب بصراحه الصينيه دي كانت بتاع من ايام فرحي، يعني بقالها ما شاء الله يعني اكتر من 20 سنه حياة ربنا. يعني بحب السنة دي وما شاء الله يعني نضيفة كده، وبحب استعملها على طول. وطبعا بحب اشارك كده معاكم كل حاجه، قلت ايه اعمل معاكم النهارده كده روتين كده سريع كده، بحيث ان انا اطلع كده واسلم عليكم كده، وتبقى ان شاء الله باذن الله بدايه خير علينا وعليكم ان شاء الله باذن الله. ونشارك معاكم فيديوهات اكتر واكتر، ويا رب كده نكون دايما متجمعين في الخير وما تحرمش منكم ابدا. احلى واجمل اخوات من مصر ومن خارج مصر، ربنا يحفظكم ويوفقكم ويسعدكم ويبارك فيكم وفوق اولادكم. واللي لسه ما دخلش دنيا ربنا يرزقه بنت الحلال تسعد قلبه وتريح باله، امين يا رب العالمين. واحفظكم ويبعد عنكم كل شر وعننا كل شر، امين يا رب العالمين، وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله اللي كلها كلام طيب، وبجد بتنوروني وبتسعدوني. يسعد ايامكم يا رب وما تحرمش منكم ابدا. بدات اغسل بقى الحاجه اللي على الحدوت بمعالق الكوبايات، الحاجات اللي موجوده كده على الحوض. طبعا ايه يعني بصراحه لسه ما بداتش اشتغل شغل بيتي يعني جامد وكده، بس ايه بشتغل يعني ايه انتوا عارفين ما عنديش بنات، فبقوم بقى اعمل ايه شويه حاجات كده في المطبخ كده، وارجع ايه تاني على السرير، بحيث ان طبعا ايه يعني مش مجهود يعني كتير. الدكتور قال لي بصراحه ما تعمليش مجهود يعني كتير، ايه لان لسه يعني. فالحمد لله على كل حال كده، رب ادعوا لي بس كده ان ربنا يشفيني ويتم شفاعي على خير يا رب، امين يا رب العالمين. واشارك معاكم كل يوم كده فيديو جميل كده وجديد كده، ونشجع بعض. انتوا عارفين اني بشجع بكم، يعني بحبكم كده، انتوا دايما في قلبي كده وعلى راسي من فوق. شايفين السكينانه الجميله ديت؟ إيه ده خلصت بقى كده ايه شويه الاطباق كده والحاجات اهوت. جبت بقى الرز كده عشان ايه انقعه، بحب انقع الرز كده قبل الطبيخ، بحيث لما اجي ايه اشغل عليه البوتاجاز ما بياخدش وقت خالص، 5 دقايق ويطلع ايه يستوى معانا يعني. بدات اغسل اهوت، لو في حاجه في المطبخ كده هعملها وارجع بقى ايه اقعد على السرير تاني، بحيث يعني ايه اخد يعني ايه فتره من الراحه كده، اشتغل شويه في المطبخ وارجع شويه على السرير، بحيث يعني ايه ما اعملش مجهود يعني كتير. انتوا عارفين ما عنديش بقى اخوات بنات ولا عندي بقى بنات يعني ليا عندي بنات يعني ولا حاجه. فما شاء الله يعني ربنا يديلهم الصحه، انا سووا اخواتي كان بيجوا ايام ما كنت عامله العمليه كان بيجوا ايه بصراحه يشتغلوا بقى في المطبخ وينظفوا ويكنسوا ويطبخوا، يعني كتر خيرهم والله، ربنا يديلهم الصحه ونجملهم في الفرح يا رب دايما. بس دلوقتي ايه طالما كنت بقدر ايه اقوم اتحرك كده، فبقدر اقوم بقى حاجات بسيطه كده في المطبخ وارجع تاني ايه اريح شويه على السرير. بدات اشرب بقى بطاطس كده ونشوف بقى اليوم بتاعنا كده يمشي ازاي، وبجد بحبكم قلت اشارك معاكم كده روتين سريع كده، وبجد يعني بصوا اقسم بالله وحشتوني، احلى واجمل خط كده من مصر ومن خارج مصر، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وما تحرمش منكم ابدا. امين عليكم بقى، اعملوا لنا بقى لايك كده وكومنت حلوه منكم كده، يسعد ايامكم ويبارك فيكم ويبعد عنكم كل شر يؤذيكم، امين يا رب العالمين، وما تحرمش منكم ابدا.
قشرت بقى البطاطسايه، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، نوعها جميل كده. وطلعت بقى بسله، بصراحه بحط ايه، بحب احط بسله، يعني بحب احط على البسله جزر وبطاطس. في ناس بتحط جزر بس، انما بحط ايه، بحب احط ايه بطاطس، يعني بخلي طعمها جميل كده وتبقى سايحه زي الزبده. هقشر بقى الجزره كده، بحب ابشرها كده، اقشر القشر اللي عليها كده، بتبقى ايه لونها حلو كده وجميل على البسله والبطاطس. لايك بقى في حفظ